تخيل نفسك انه انت تنام تقعد تشوف نفسك انسان ثاني. شلون؟ او تنام عندك شهادة معينة تقعد تشوف نفسك عندك شهادة كلش عالية وكل الدول تشتريك. يعني انا خريج سادس علمي وشاعر ورادود، اذا اطلع بالدول يشتروني مشترى. او تخيل نفسك انه انت تنام انسان تقعد تشوف نفسك سمكة. أنا سمكة. او تنام تقعد تشوف نفسك انه انت عندك امكانية قوية وجايتك رسالة سماوية وصار عندك القوة انه انت تهدد اسرائيل نفسها. بقف اطلاق النار فورا، والا الكرة الارضية تنضرب زلزال المشرق المغرب باذن الله تعالى. هذه الفكرة تسمى بفكرة تناسخ الأرواح. شنو يعني تناسخ الأرواح؟ في بعض المعتقدات وهي معتقدات الهندوسية والبوذية. شو تقول؟ تقول إنه الأرواح تنتقل من جسد إلى آخر، وهذا الانتقالات وكثرتها راح تحقق العدالة الروحية. حتقول لي ما افتهمت، حقول لك اصبر أنا راح أسولف لك القصة شغلة. سأكشف المكشوف. مبدئيا الموضوع احنا كمسلمين ما نآمن نهائيا بفكرة تناسخ الأرواح. احنا نؤمن انه الانسان اذا مات فراح ينتقل الى حياة برزخية وراها اكو حساب، واما الى الجنة او الى النار. لكن من المستحيل تشوف لك مسلم يقول لك انه احنا في معتقدنا انه الانسان اذا مات ممكن يتحول الى فسيفس. حتى نعرف شنو الفكرة من تناسخ الأرواح، وهل تناسخ الأرواح فعلا حقيقي؟ هل تناسخ الأرواح أثبتوه علميا؟ فسووا لنا لايك وسبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات، وحياكم الله بحلقة جديدة من ما لا داعي. يقول الفيلسوف بيثاغورس أن تناسخ الأرواح هو من العدالة الإلهية. والفكرة من تناسخ الأرواح أن الروح تنتقل من حياة إلى أخرى ومن جسد إلى آخر. تبسيطا للفكرة اللي يقصدها هو كالآتي: يقول أن الروح ممكن أن تروح إلى إنسان عايش حياة بسيطة جدا أو فقر بالعامية. الفقير حلو يا ليش؟ لأنه هو مخوش آدمي. بعد ما يموت هذا الإنسان روحه راح تنتقل وتخلق من جديد بإنسان جديد يكون أبو وزير. أطغي من فلان دولة أريده يجيب لي إياها. وبعد فترة من يموت راح ينتقل هذا الروح نفسه وتخلق بحياة جديدة بدولة جديدة بمكان جديدة بظروف جديدة. هني تعلمت هاي العلوم، انت بالك شغله. ويقول انه انتقال الروح من جسد الى جسد ومن ظروف الى ظروف، ومن الفقر الى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن البرد إلى الحر. أنت مثلا تولد بروسيا ورا ما تموت روحك تنتقل وتخلق بأفريقيا. هذا الشيء راح يخلي الروح توصل إلى النضج، هو النضج العلمي للروح نفسها. يعني من خلال هذا التنقل روحك راح تتعلم هواية أشياء على اعتبارك أنه أنت عشت هواية ظروف. العلوم مالتي أقوى من العالم نيوتن أينشتاين. راح تسألني هنا وتقول لي إذا الموضوع عبارة عن معتقد، زين شنو رأي العلم بالموضوع؟ العلم صراحة ما مؤمن بهذه الفكرة أبدا، لأن العلم ما يقدر أن يتعامل ويا شغلة ما موجودة. يعني العلم نفسه ما يقدر أن يتعامل ويا فكرة الروح نفسها. ليش؟ يعني هي فكرة ما مفهومة بالنسبة للعلم ولا مفهومة حتى بالنسبة للإنسان. بقت لغز الله سبحانه وتعالى وحده يعلم بها. بما أنه إحنا كمسلمين ما نؤمن بموضوع تناسخ الأرواح، والعلم ما حكى عن الموضوع وقال هذا الموضوع أصلا ما موجود، ليش نحكي بالموضوع إحنا أصلا؟ جيتوا علي. أنا أقول لك ليش. لأن أكو هواية قصص انتشرت على الإنترنت تحكي عن ناس مؤمنين بتناسخ الأرواح، يقولون إنه إحنا فعلا كنا قبل عايشين. هنا أسطاب. ومن حاولوا أن يطابقون الحكي اللي حكوه بين الماضي والحاضر شافوا إنه أكو نوع من الصحة. على سبيل المثال راح أحكي لكم قصص لناس عرب، واحد لبناني وواحد عراقي أبو الغيرة. اللبناني هو ولد اسمه ميشيل جعفر كوثر، شو اسمه والله نسيت. فراس ولد لبناني يقول بعمر ال4 سنوات بديت أتذكر أشياء عن حياة سابقة أنا كنت عايشها، ومن ضمنها أنه أنا أتذكر أنه أنا قتلت في فترة السبعينات بالحرب الأهلية، وروى تفاصيل وقصص وحتى اسم الشخص اللي قتله. أنت بتهزر يا ابني. وبعد تأكد أهله من صحة معلوماته شافوا أنه المعلومات ماله صحيحة، لكن تبقى هي عبارة عن قصة ولا تحكاها. أما إسناد إلى هاي القصة فللأسف ماكو. نعوف فراس ونجي على العراق. اكو شخص اسمه خضير طاهر نشر مقالة على موقع الكتروني اسمه الإيلاف، وقال خضير حبيب قلبي انه اني كنت قبل رئيس امريكا بالحياة السابقة، تحديدا الرئيس فرانكلين روزفلت. يابا يعني احنا يوم اللي نقول اكو تناسخ ارواح يجي عراقي يقول لك انا جيت رئيس امريكا. حلو التبادل متواضع يعني. اسلوب الحياة اللي شفت فرانكلين روزفلت كان عايشه مشابه هواي لحياتي اني شخصيا. على سبيل المثال روزفلت ولد في ولاية نيويورك، واني احب نيويورك. انت تتكلم جد؟
حبي لنيويورك هو حب عظيم جدا، ففكرت بيني وبين نفسي انه يا ترى هذا الحب هو حب فطري؟ لو هذا مشاعر الماضي اللي كان عايشها روزفلت ده تنعكس علي. والله العظيم عيب، شنو تضحك علينا انت؟ يقول خضير انه انا كنت مهتم بالشان السياسي من عمر ال10 سنين، علما انه انا كنت ما اعرف اقرا واكتب، ودخلت المدرسه متاخر، يعني بعمر ال12 سنه انا دخلت المدرسه، فاني بال10 سنين كنت اهتم بمسائل تخص السياسه، عواصم الدول، عدد سكان العالم، وهاي الامور المعينه. هذا ان دل فيدل انه مشاعر واهتمامات الماضي اللي كانت بي من كنت روزفلت بدات تنعكس علي من كان عمري 10 سنين. وبعد اكد كلامه خضير طاهر صراحه وقال انه اني يوم اللي شفت بنت روزفلت انا حسيتها بنتي. اي بالله الكريم هو هيك قال حسيت بمشاعر حبيبتي بنتي وانت بنتي اللي كنت اني فرانكلين، بس انا هسه من خضير انت مو بنتي. ويقول بنفس الوقت انه انا حسيت بمشاعر كارثيه من شفت ساره ام روزفلت، وحسيتها امي. غطوه يلا ما يخالف ومن بعض المعتقدات اللي يعتقد بيها الناس المؤمنين بتناسخ الارواح انه الانسان ممكن ان يمر بالحياه بتعددياتها، وممكن ان ينتقل من جسد انسان ويصير حيوان مثلا. انت حيوان. فكل القصص اللي موجودة على الانترنت والقصص اللي مثلا على سبيل المثال انه هو نام قاعد شاف نفسه يحكي لغة ثانية هي عبارة عن اجتهادات فردية او قصص الناس حكتها، لكن اثبات حقيقي لصحة هذه القصة ماكو للأسف. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم، فسوينا لايك سبسكرايب فعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة. في امان الله.